السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كراكم البنات ان شاء الله تكونوا مليح. كي تشوفي السردين هذا راح تعرفي باللي اليوم كان حاجة بنينة. تابعي خطوة بخطوة وراح نطيبوه بطريقة سهلة ونتيجتها بزاف هايلة. نبداو بأول حاجة اللي راح نديروها، نغسلوه مليح ونحو الراس راكم تشوفوا، ونحو واحد العرق يكون فيه، لازم ننقوه باش عاد نطيبوه. وهنا كما راكم تشوفوا نقي ونحط في الكسكاس، ومن بعد نعاود نغسله وخليه يكثر من الماء، ومن بعد نديروا له الملح، ونجيبوا فص تاع ثوم نقطعوه الى قطع صغيره، ومن بعد كي نقطعوا الثوم تاعنا نزيدوا التوابل اللي فيها كركم، كمون، حرور، سكنجبير، فلفله حمراء، والتوابل نتاع الحوت الا كان عندك، ولا ما كانش عندك ما ديريش. ندخلوا هذوك التوابل مع بعض، ونجيبوا معدنوس نغسلوه نحولها العيدان ونقطعوه الى قطع، ونزيدوه معاه ونخلوه هنايا الحوت تاعنا في ديك التتبيله مده 30 دقيقه باش يستبن داك المتوك يدخل فيه. وهنايا بعد ما خليته ارتاح شويه، رحت جبت الصحن تاعي درت فيه فرينه وراني نرمد بالحبه ونستف في البلا باش تجيني العمليه سهله. من بعد نبقى غير نقلي فيه. كما نعرفوا بلي الحوت بالخف يطيب ما فيش الروح. هنا بعد ما سخنت الزيت تاعي راني نحط فيه ونبداو نطيبو فيه من جهتين. كي تشوفوه حمارنا من تحت نقلبوه وخلوه يكمل طيابه من الجهه الثانيه، ومن بعد نحو نحطوه في صحن التقديم. وشوفوا لي هذا الجمال، سردين منكه بنكهه التوابل، ساهل خفيف وبنين بزاف. وها هو سردين واجد معاكم، واجد ريحته راهي تملى الدار. جربوا وشاركوا الذوق مع احبابكم، وبالصحه والهنا والعافيه عليكم. وما تنساوش دعموا القناه بلايك وبارطاج مع احبابكم او تعليق. الى جربتوه قولوا لي كيفاش جاكم. الى اللقاء في الملتقى بالوصفه